فين الحكمة لما يتربى على إننا نعتز بمجرد أنفسنا وبما نملك، وحتى لو طلبنا العزة من حد فبنطلبها من اللي مش بيملكها؟ فين الحكمة من كده؟ مش لكده ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال الله جل في علاه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقال الله جل في علاه: ومن يهن الله فما له من مكرم. وقال الله جل في علاه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال الله جل في علاه: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال بعض أهل التفسير: من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله فإنه يحصل له مقصوده، فإن الله مالك الدنيا والآخرة وله العزة جميعا. وقالوا: فإنه من اعتز بالعبد أذله الله ومن اعتز بالله أعزه الله.